مساء الخير عليكم، يا رب تكونوا في خير. طبعا انتوا عارفين ان انا الحمد لله في الاصل هاوي وماسك منصة التعليم من زمان، من ايام ما كانت الصفحة دي في 2011 بتاعة سمك بس مش نباتات. موضوع التعليم هو موضوع مهم جدا. الهواية محتاجة تعليم اكتر من الخبرة، لان الخبرة مش هتيجي غير لما تيجي تتعلم. يعني انت مش هتعرف تنجح ولا تكتسب خبرة غير لما تتعلم حاجات. فالحمد لله فضل ونعمة من ربنا، على قد حالي وعلى قد معلوماتي وعلى قد مدرستي انا شغال في الموضوع ده من زمان جدا، ان انا بحاول اعلم الناس واوعيها، لان ياما كتير ناس اتخمت او حصل ليها ان هي ما خدتش المعلومة مظبوط، او ان المعلومة ما كانتش تمام او الكلام من كل دوت. احنا لازم نتعلم اصول الهواية، وكان انتقادي الدائم لبعض المشاكل في الهواية كان دافع وحل مشاكل لناس كتير، وحسنت من نفسها وحسنت من أسمائها في السوق، وفي ناس ابتدت تسمع فعلا رغم ان انتقادي ما كانش عاجبهم. وكان النهارده ما ينفعش ان انا اغش منتج او اغش حاجة عشان خاطر يتباع ويجيب فلوس وخلاص. فده انا ضد الموضوع ده اصلا. كان انتقادي لبعض النقط اللي كانت بيتضر منها الهواة، اللي انا طالع اقوله والمهم والاهم ان الهاوي على عاتقه او عنده نص مشكلة ان هو يقع في المشاكل وفخ البيع والشراء، وان هو يتقبل الحاجة وخلاص. يعني ايه الكلام ده؟ يعني حضرتك النهارده جاي تعمل حوض نباتات، ما ينفعش قبل ما تزرع الحوض ان انت حضرتك ما تدرس الموقف وتدرس الموضوع كويس جدا. واتكلمت وقلت الموضوع ده ان انت لازم تدرس الموضوع كويس قوي 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 قوي. اسم النبتة في حد ذاته هو بابك ان انت تعرف المعلومة عن النبتة دي تنفعك ولا ما تنفعكش. مش اي نبتة حمرا تشوفها تزغلل عينك تقوم انت واخدها على طول و مزارعها في الحوض ولافته انتباهك. الاسم العلمي او المصطلح العلمي للنبته هو اللي هيعرفك. معلش النهارده حضرتك بكل سهوله سيبك من العلم وسيبك من النباتات وسيبك من الاعلام وسيبك من الكلام ده كله. حضرتك النهارده عايز تعمل طبخ او عايز تعمل غدا، رحت جبت المقادير بتاعتك، رحت جبت الخيار والطماطم والدقيق والمش عارف ايه والكلام ده كله. طب حضرتك هتعمل حاجه ازاي الا اذا كنتش انت هتعرف انت هتتعلم دي بتتعمل ازاي، وتجيب فيديوهات وتخش تتعلم وتبحث وتعمل وتخلي وتسوي، او تسأل شمال او تسأل يمين او تسأل بعيد او تسأل قريب، الكلام ده كله. فيعني احنا بنتكلم اهو بره بقى عن العلم وبره عن العلوم وبره عن اي حاجه. حضرتك جاي تعمل اكله، حضرتك جاي تعمل طبخه، حضرتك جاي تعمل اي حاجه، بتروح تسأل الناس، بتروح تسأل الناس انت عايز تعمل ايه، الطبخه دي بتتعمل ازاي، حته الكيكه دي معلش المدام عند حضرتك برضو مثلا عايز تعمل كيكه، عايز تعمل غدا، هي مش عارفاها، بتروح تسال هنا او بتسال الناس الكبيره او بتسال الناس الاقدم او بتروح تتفرج على فيديوهات او بتروح تفتح كتاب او بتروح تفتح نت او الكلام ده كله. تمام. درايتك ودراستك للموضوع مهم جدا 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 جدا. انا شفت كم مشاكل الفتره الاخيره، كميه نبات اقسم بالله العظيم كميه نباتات حمراء اتباعت لاحواض لوتك وكلها سببت مشاكل مهوله مهوله مهوله. ان انت لازم اهو زي ما انا بقول لك لازم في البدايه تعرف اسم الزرعه ايه، اسم الزرعه الصح هو اللي هيوجهك. زي ما حضرتك نازل رايح نازل مشوار، قلت لك والله المشوار ده في الطريق الفلاني وفي الطريق الفلاني وفي الطريق الفلاني. انت بقى لو انا غيرت رقم من الطريق دوت رقم واحد، انت رحت في طريق تاني وفي حتة تانية خالص وفي سكة تانية خالص. المنصات بتاعة العلم موجودة كتير، بلاش يا سيدي الموقع بتاعي، بلاش الكلام ده كله. عندك الموقع بتاع فلو جرو، عندك الموقع بتاع تروبيكا، عندك مواقع كتير جدا، عندك جوجل الاسم بس تخش تعمل سيرش هيطلع لك الدنيا كلها. فالموضوع دلوقتي ما بقاش صعب زي زمان، لا بقى سهل. فارجوكم يا جماعه بعد اذنكم بالنسبه للهواة بالنسبه للتجار، الاسم العلمي او الاسم الدارج للنبته الصح يتقال. النبته تعرف
حضرتك كهاوي النبتة دي تنفع نظام حوضك ولا لأ، عشان خاطر حوضك ما يبقاش بتربي طحالب، ما بتربيش نباتات بسبب الورق اللي اتحلل او بسبب النباتات اللي بتموت. ده موضوع ده يعني شق باب ياما نبهت فيه وقلت ان انت لازم تعرف انت بتعمل ايه، لازم تعرف انت بادي منين. تمام. عدم دراستك وعدم حساباتك الصح لحوضك، انت كده بتحكم على نفسك بالفشل من قبل ما تبتدي. في حاجات عليها جدل واسع، بس في حاجات اساسيات لا خلاف عنها. يعني في مدارس تعليمية يعني في كذا سكك كتير جدا، ولكن في حاجات ما نختلفش عليها خالص. زي مثلا عمارة بتتبني من 4 عمدان، كلنا بنبني العمارة مكونة من 4 عمدان. والله بقى يعمل العمارة عبارة عن شكل كورة، يعملها شكل مستطيل، يعملها شكل مربع، يعملها حرف يو، كل واحد بقى وليه مدرسته. اسف ان انا طولت عليكم، وخدوا الكلام بتاعي على محمل الجد، كلام ما بقصدش بيه حد خالص، والله ما هو الا نصيحة وعلم. وانا محب للهواية وحابب الهواية دايما، ان محدش يتقرص فيها او يدفع فلوس زيادة او يتكلف حاجات مبالغ طائلة، او بيقول زي ما بنقول يتخدع في الهواية بغرض الربح وبغرض المادة وخلاص. اسف على التطويل، يا رب تكون كلامي خفيف سهل عليكم، استفدتوا منه. وان شاء الله في لايف قريب هفتحه معاكم نقعد نتكلم براحتنا فيه مع بعض. وما تنسوش التفاعل على محتوى الصفحة. واشوفكم على خير ان شاء الله. يلا السلام عليكم.